السائق. شاهد الطريق كما يراه السائق. في المدينة قد يتحول الطريق خلال دقائق قليلة إلى صف طويل من السيارات، سيارات متوقفة وأخرى تتحرك ببطء، وسائق يحاول الانتقال من مسار إلى آخر، وآخر يضغط على المنبه باستمرار، وثالث يحاول استغلال كل فراغ صغير حتى يتقدم بضعة أمتار. لكن السؤال هنا ليس من سيصل أولا، السؤال الحقيقي هو من سيصل بأمان وبهدوء ودون أن يتسبب في مشكلة للآخرين. السياقة وسط الازدحام ليست سباقا وليست معركة بين السائقين، وإنما اختبار حقيقي للتركيز والصبر واحترام قانون السير. وفي هذه الحلقة من عيون السائق سنعيش معا أجواء القيادة داخل المدينة، ونتوقف عند مجموعة من التصرفات التي نراها يوميا، بعضها يبدو بسيطا لكنه قد يكون سببا في حادث أو عرقلة حركة المرور. السياقة وسط الازدحام ليست سباقا، أخطاء يرتكبها السائقون داخل المدينة وكيف نتجنبها. أولا، لماذا تصبح السياقة في الازدحام أكثر صعوبة؟ عندما تكون الطريق مفتوحة يستطيع السائق الحفاظ على سرعة مستقرة ومسافة مناسبة، لكن في الازدحام تتغير الأمور تماما. توقف، انطلاق، توقف من جديد، سيارة أمامك تتوقف فجأة، دراجة نارية تمر من جانبك، مشاة يحاولون عبور الطريق، سيارة تغير مسارها دون إنذار، وإشارة مرور تتحول من الأخضر إلى الأحمر خلال ثوان. كل هذه التفاصيل تحتاج إلى تركيز مستمر، ولهذا فإن الازدحام لا يحتاج إلى سائق سريع، وإنما يحتاج إلى سائق منتبه وهادئ. ثانيا، لا تحول الطريق إلى سباق. من أكثر الأخطاء التي نلاحظها في الازدحام أن بعض السائقين يحاولون دائما البحث عن المسار الأسرع، ينتقل إلى اليمين ثم إلى اليسار ثم يعود إلى المسار الأول، وفي النهاية قد يجد نفسه في المكان نفسه، لكنه تسبب في إرباك السائقين من حوله وربما خلق خطرا لا داعي له. أحيانا يكون أفضل قرار يمكنك اتخاذه هو البقاء في مسارك وانتظار دورك، فالتقدم بضعة أمتار لا يستحق المخاطرة. ثالثا، تغيير المسار يحتاج إلى تفكير. لما تريد تغيير المسار لا يكفي أن ترى فراغا أمامك، عليك أن تتأكد من أن المناورة آمنة، وأن تستعمل الإشارة الضوئية، وأن تنتبه إلى المركبات الموجودة بجانبك وخلفك، خصوصا في المدينة حيث يمكن أن تكون هناك دراجة نارية أو سيارة في النقطة العمياء. وتذكر دائما الإشارة الضوئية لا تعني أن لك الأولوية في الانتقال، وإنما تعني أنك تخبر الآخرين بنيتك في تغيير الاتجاه. رابعا، اترك مسافة أمامك. قد يعتقد البعض أن ترك مسافة بين السيارات في الازدحام يعني السماح لسيارة أخرى بالدخول، لكن المسافة الآمنة ليست فراغا ضائعا، إنها مساحة تمنحك وقتا للتصرف إذا توقفت. السيارة التي أمامك فجأة والسائق الذي يلتصق بالسيارة الأمامية قد يجد نفسه في موقف صعب جدا إذا حدث توقف مفاجئ. حتى في السرعات المنخفضة يجب أن تحافظ على مسافة تسمح لك بالتوقف بأمان. خامسا، لا تجعل المنبه وسيلة للتعبير عن غضبك. في بعض الشوارع يكاد صوت المنبه لا يتوقف. السائق أمامك لم يتحرك بسرعة كافية، السائق بجانبك تأخر في الانطلاق، أحد المشاة يعبر الطريق، فتبدأ أبواق السيارات بالعمل. لكن هل الضغط المستمر على المنبه سيحل مشكلة الازدحام؟ بالطبع لا. استعمال المنبه له غرض أساسي: تنبيه الآخرين عند الحاجة لتجنب الخطر، وليس التعبير عن الغضب أو التوتر. السائق الهادئ لا يعني أنه ضعيف، بل يعني أنه يعرف كيف يتحكم في نفسه. سادسا، انتبه للمشاة. وسط المدينة لا توجد السيارات وحدها، هناك الأطفال وكبار السن والراجلون والدراجات والأشخاص الذين قد يعبرون الطريق بشكل مفاجئ. لذلك عند الاقتراب من ممرات الراجلين، المدارس، الأسواق، المحلات التجارية والمناطق المكتظة، يجب أن تكون مستعدا دائما للتوقف، ولا تعتمد فقط على أن المشاة سيرونك. أنت كسائق تتحمل مسؤولية كبيرة لأنك تقود مركبة يمكن أن تسبب أذى خطيرا في حالة الاصطدام. سابعا، انتبه للدراجات النارية. من أكثر الأمور التي تحتاج إلى تركيز داخل المدينة وجود الدراجات النارية بين السيارات. قد تظهر دراجة في مكان لم تكن تتوقع وجودها فيه،
لذلك قبل تغيير المسار أو الانعطاف لا تعتمد فقط على المرآة الأمامية، راقب المرايا الجانبية والداخلية، وانتبه للنقاط العمياء، واستعمل الإشارة في الوقت المناسب. ثانية واحدة من الانتباه قد تمنع حادثا كاملا. ثامنا، لا تدخل التقاطع إذا كان مغلقا. من الأخطاء التي تزيد الازدحام بشكل كبير أن يدخل السائق إلى تقاطع وهو يعلم أن حركة المرور أمامه متوقفة، فيتوقف وسط التقاطع، ثم تأتي السيارات من الاتجاه الآخر فيجد الجميع أنفسهم عالقين، والنتيجة تقاطع مغلق، سائقون غاضبون وزحام أكبر. أحيانا يكون أفضل تصرف هو الانتظار قبل خط التقاطع حتى تتأكد من وجود مساحة كافية للمرور. 9، التوقف العشوائي قد يصنع أزمة. في بعض الأحيان يكون سبب الاختناق بسيطا جدا، سيارة متوقفة في مكان غير مناسب، السائق يريد شراء شيء سريعا أو إجراء مكالمة أو انتظار شخص، فيترك سيارته بطريقة تعرقل مسارا كاملا، وقد تبدأ السيارات في تجاوزها فتتداخل المسارات وتتوقف الحركة. إذا كنت مضطرا للتوقف ففكر أولا، هل توقفي سيعطل الآخرين؟ فالطريق ليس ملكا لسائق واحد. 10، الهاتف لا ينتظر. من أخطر الأخطاء حتى أثناء الازدحام أن يمسك السائق هاتفه معتقدا أن السرعة منخفضة وأن الأمر آمن، لكن السيارة قد تتحرك فجأة، والسيارة أمامك قد تتوقف، والمشاة قد يعبرون، والدراجة قد تظهر بجانبك. ثوان قليلة من النظر إلى الشاشة قد تكون كافية لعدم ملاحظة الخطر. إذا كنت بحاجة إلى استعمال الهاتف، توقف في مكان آمن ومسموح به. 11، الازدحام يكشف شخصية السائق. في الطريق المفتوح يستطيع الجميع تقريبا أن يبدو سائقا جيدا، لكن عندما يبدأ الازدحام هنا يظهر الفرق. السائق المتزن ينتظر، السائق المحترم يحترم دوره، السائق الواعي يترك مسافة، والسائق المسؤول لا يحاول فرض نفسه على الآخرين. أما السائق العصبي فقد يحول دقائق من الازدحام إلى سلسلة من المناورات الخطيرة والمشاحنات. ولهذا يمكن القول القيادة ليست فقط التحكم في السيارة، بل التحكم في النفس أيضا. 12، داخل المدينة توقع المفاجآت. المدينة ليست طريقا مستقيما فقط، فيها في أبواب المحلات من السيارات مركونة، حافلات، سيارات أجرة، دراجات أطفال، ممرات للراجلين، تقاطعات، إشارات مرور، وأحيانا أشخاص يعبرون في أماكن غير متوقعة. لذلك لا تقد وأنت تفكر فقط في السيارة التي أمامك، حاول أن تقرأ الطريق باستمرار. اسأل نفسك ماذا يمكن أن يحدث بعد ثانيتين؟ هذه العقلية تجعل السائق أكثر استعدادا للمفاجآت. لكن كيف تكون سائقا أفضل وسط الازدحام؟ إذا أردنا اختصار الحلقة في مجموعة بسيطة من القواعد، فيمكن أن نقول: أولا، خفف السرعة وكن مستعدا للتوقف. ثانيا، حافظ على مسافة آمنة. ثالثا، لا تغير المسار بشكل عشوائي. رابعا، استعمل الإشارة قبل المناورة. خامسا، راقب المرايا والنقاط العمياء. سادسا، انتبه للمشاة والدراجات. سابعا، لا تدخل تقاطعا مغلقا. ثامنا، لا تستعمل المنبه إلا عند الحاجة. تاسعا، لا تستعمل الهاتف أثناء القيادة. 10، تحكم في أعصابك واحترم الآخرين. وفي النهاية، فالازدحام جزء من الحياة اليومية داخل المدن، ولن نستطيع دائما منعه أو الهروب منه، لكن يمكننا أن نختار كيف نتعامل معه. يمكننا أن نكون جزءا من المشكلة أو أن نكون جزءا من الحل. السائق المحترف ليس هو الذي يتجاوز الجميع، وليس الذي يصل قبل الآخرين بدقيقة. السائق المحترف هو الذي يعرف متى يتقدم ومتى ينتظر ومتى يترك الأولوية ومتى يخفف السرعة، لأن الطريق يجمعنا جميعا، وقد تصل إلى وجهتك بعد دقائق قليلة من شخص آخر، لكن الأهم أن تصل بسلام. وتذكر دائما، في الازدحام لا تبحث عن أسرع طريق فقط، ابحث عن الطريق الأكثر أمانا. كان معكم عيون السائق، حيث نرى الطريق من زاوية السائق، ونتعلم معا كيف نجعل القيادة أكثر وعيا، احتراما وأمانا. إذا أعجبك هذا النوع من المحتوى، شارك الحلقة مع سائق تعرفه، واكتب لنا في التعليقات ما أكثر تصرف يزعجك من السائقين أثناء الازدحام. نلتقي في حلقة جديدة من عيون السائق.